نبدأ من المغرب، حيث قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب المغرب، وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وأحس بالزلزال القوي عدد من سكان كبرى المدن المغربية كالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء ومراكش. وأفاد شهود عيان في مراكش وأغادير لمراسل العربي أن الزلزال خلف تشققات وتصدعات ببعض المباني. كضرب منطقة مراكش، الناس كلشي خارجة للزنقة، الجو كلشي راب من الداخل، الناس كلشي خارج. لا إله إلا الله محمد رسول الله. زلزال قوي كضرب الآن مدينة مراكش. عندك أخويا، عندك الآن كيف كتشوفوا تاع الجور كلهم رابوا، يعني زلزال مباشر الآن في مدينة مراكش. إذن هذه المشاهد الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب منذ ساعات هذا اليوم السبت، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. ونشير إلى أن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال بأن الزلزال هو بقوة 7 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات. الكثير من الأهالي في كبرى المدن المغربية بالعاصمة الرباط، في الدار البيضاء، في مراكش قد شعروا بهذا الزلزال. وأفاد الشهود عيان في مراكش وأغادير بأن الزلزال خلف تشققات وتصدعات ببعض المباني. هذه الصور الأولية لهذا الزلزال الذي ضرب المغرب منذ بداية هذا اليوم السبت، هو بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بحسب ما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. حتى الآن لم يبلغ عن وقوع ضحايا، فقط خلف الزلزال بحسب مراسل العربي حتى الآن تشققات وتصدعات في بعض المباني، وقد شعر به سكان العاصمة الرباط، مدينة الدار البيضاء، مراكش وأغادير. زلزال قوي تضرب الآن مدينة مراكش. عندك أخويا، عندك الآن. ومعنا مراسلنا من المغرب أنس رضوان لإطلاعنا إذا ما توفر معلومات أولية عن هذا الزلزال وما خلفه من أضرار إن كان بشرية أو مادية. إذا أنس رضوان، أهلا بك. هل توفرت معلومات أولية عن الزلزال؟ في أي مدن تركز؟ وهل من أضرار بشرية بالإضافة إلى المادية؟ مرحبا. الى حدود الساعه يعني لا توجد اي معطيات رسميه بشان وجود اضرار بشريه او شيء من هذا القبيل، لكن بالمقابل شهود عيان تحدثوا للعربي خصوصا بالمدن المحيطه بمركز الزلزال، مراكش، اغادير وغيرها، كان هناك نوع من الخسائر في المباني. وفي مثلا هنا في الرباط يعني اغلب السكان خرجوا الى الشارع، كانت هناك حاله من الخوف وحاله من الهلع من طرف المواطنين. كما اخبرت شهود عيان اخبروا يعني وتحدثوا ان هناك بعض الخسائر في المباني، حدثت تشققات وبعض المباني انهارت جزئيا. المعهد الوطني للجيوفيزياء تحدث بكون ان هذه الهزه والزلزال الذي ضرب حوالي الساعه 11 قبل منتصف الليل و11 دقيقه كان بشده 7 درجات على سلم ريختر، وكانت المنطقه بمنطقه الحوز يعني نواحي مدينه مراكش كانت هي مركز هذا الزلزال، والعمق يعني بلغ حوالي 8 كيلومترات. الى حدود الساعه يعني كانت هزه واحده ولم تسجل الى حدود الساعه اي هزات ارتداديه. بحسب ما شاهدنا هنا بالرباط والسلا، اغلب السكان لا زالوا في الشارع خوفا من وجود هزات ارتداديه اخرى. نعم. المناطق التي كانت فيها الهزة بمراكش والنواحي هناك حالة من الهلع،
انتظار وجود يعني اي معطيات رسميه وانتقالنا الى عين المكان، يعني ننتظر هذه المعطيات الرسميه للتاكيد ان كانت هناك خسائر بشريه ام لا، وحجم